حاجه وحشه يا بابا. المصحف بيبيع ب 45 و 50 جنيه. ده بحر زايد اصلا. انا عارفه ان البحر. يلا بقى والله العظيم دول شغل عليهم الفجر على السمكات. قال لا بلا. بس ما قادره دراعي اصلا واقف من الحقن والزفت. انت شغاله في المصنع ولا؟ لا انا كنت في المستشفى. تعال. اهو يا حبايبي، جبنا سمك. احنا بنجيبه بصراحة متنضف اهو. وهنجيب حلة الاول. مصطفى ايديا. نجيب حلة نحط على نصها كده مية. او بنحط في المصفى، نحط المصفى في الحوض نكب فيها السمك. طبعا لازم نشطفه اهو، نملي نصها. نحط شوية ملح، نحط شوية ملح في المية وشوية خل، حبة صغيرة بس عشان ايه يعني زفار. كفاية كده اهو. طبعا لازم نشطفه بس عشان خاطر السواد ده اهو. نضفه يا حبايبي. في المية ملح وخل عشان السمك ما يبقاش فيه ريحة الزفار، ما يزفر كده وانتوا بتاكلوا اهو. اهو يا حبايبي. بصوا برضو بنعمل كده عشان لو فيها قشر. بصراحة هي منضفاها حلو، ما فيهاش قشر اهو. اهو يا حبايبي. عشان المية بس عشان ما نغرقش اهي. اهي نضفنا السمكية. نحطها بقى في المية ام ملح ونكمل الباقي ونرجع لكم تاني. اهو يا حبايبي هعمل معاكم اهو. احنا نضفنا معاكم وعرفتوا بننضف ازاي. عرفتوا بيتنضف ازاي اهو. اهو اهو يا حبايبي. في فرشة كده بيتعمل بيها، بس احنا ايه بنعمله بايدينا بينضف احسن اهو. وبالسكينة على القشر مش ريحة الزفار ان شاء الله. ما يبين. صلى على النبي. اهو بص بتعملي كده تلاقيه نجس معاكي بسرعة اهو. اهو يا حبايبي. حتى طبعا في المية اللي احنا قلنا لكم عليها بنملي نص الحلة مية، نحط فيها ملح وخل، نحط فيها بقى عشان ايه ما يبقاش فيه زفارة. بعد كده بنشطفه ايه فاتحة المية كده عشان ايه ما تتعملش معاكي. متقعديش تفتحي بقى كل شوية، فما انا بفتحها بقى كده يا حبايبي. بنقلي السمك اهو. قبل لكم الحمد لله نعمة وفضل من ربنا. وده رز البصل اهو. طبعا كلنا بنعرف نعمله. خلص بقى وارجع لكم.